في ليلة السداسية الأهلاوية التاريخية الزمالك بيخسر الكونفدرالية. ايه ده انا بقول شعر يا اخوانا. دلع عيني دلع، اتحاد العاصمة عملها وخلع. الزمالك ينهزم من اتحاد العاصمة في الكونفدرالية البرازيلية النهائي بترو اسيوية والكونفدرالية العالمية المؤهلة لكأس العالم للأندية. ويعني بصراحة ليلة تعيسة على الزمالك، سعيدة على الأهلاوية. كل أهلاوي مبسوط دلوقتي، والناس اللي صوتها ولسانها طول على النادي الأهلي والناس اللي تهكمت على النادي الأهلي، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة إن شاء الله تنول إعجابكم، حلقة سعيدة على الأهلاوية. واللي لسانه قد كده هتلاقيه يا عيني بلع لسانه دلوقتي وفي الإنعاش. حالات طلاق طبعا حصلت في الساعتين اللي فاتوا، نوبات قلبيه، ضغط، سكر. طبعا كله عايز يعمل تشيك اب دلوقتي من الناس اللي كانت في الاستاد او من الناس اللي كانت بتبني النفس ان هي بتلعب افريقيا. الناس اللي طلعت وقللت من النادي الاهلي زي الجاليليو اللي طالع بيقول لك معلش ما انت فاضي بقالك 15 يوم ما بتلعبش مباريات، انا عندي الكونفدراليه. طب ايه دلوقتي؟ كلت رز بالتقليه، اتبسطت، اتكيفتوا يا زملكاويه؟ دلوقتي دخلنا الجحور تاني ولا هنلاقي الصوت اللي بيطلع يقول لك لا احنا خلاص هناخد الدوري؟ عايزين نفهم الناس اللي كانت بتقلل من النادي الاهلي انتوا فين دلوقتي؟ اللي طالع بيقول لك بقى لنا 15 يوم ما بنلعبش وانتوا فاضيين. طب دلوقتي يا حبيبي اتكيفت؟ الكونفدراليه كيفتك؟ طبعا دلوقتي مش هنسمع ان ممثل الكونفدراليه يشارك في كاس العالم للانديه وان البطوله ضعيفه. وطبعا احنا دلوقتي على باقه الظروف واللعيبه والقيد والارض، والارض لو عطشانه نرويها بدمانا، وان الكشافات ما كانتش منوره كويس في استاد القاهره، والتحكيم. واقول لكم على حاجه، الاهلي السبب في الكونفدراليه تروح من الزمالك. هتقول لي ازاي يا عم؟ اقول لك اصل الفريق الثاني كان لابس احمر وهم بيخافوا من الاحمر، بيترعبوا من الاحمر، فعشان كده البطوله خسروها. خسروها بايه؟ بسباعيه ولا بثمان اهداف في ليله يعني بالنسبه لهم في تاريخهم نقطه سوداء. ذكرى السداسيه الاهلاويه بيبو وبشير بيبو والجون النهارده بيتاكد عندهم ان اليوم ده عندهم هيفضل حزين لابد الظهر بخسارتهم بالسداسيه من قدام النادي الاهلي، وكنت في الاستاد بفضل الله. والنهارده خسارتهم الكونفدراليه اللي كانوا بيعولوا عليها كتير قوي. ايه هي بقى؟ 4 مليون دولار وهنسد ونرفع القيد. خلاص فاهم؟ مفيش ان شاء الله. هم خلاص خدوا البطوله وخدوا الدوري وبقى احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في العالم، والمفروض ان الزمالك هو اللي يروح كاس العالم مش النادي الاهلي. والزمالك هيكسب الفرق العالميه هناك وهيدغدغ الدنيا، والاحلام الكبيره واللسان الطويل والنمرضه فين دلوقتي بقى؟ محدش بيطلع يتكلم، كله في حاله قهر. نيره الاحمر اللي كانت بتتكلم يا استاذه نيره، يا اللي قلتي ان الاهلي ما بيمثلش مصر وان الاهلي بيمثل نفسه وان الدوله كلها مسانده نادي واحد بعينه، وفجاه نلاقي ان الزمالك بيلعب نهائي كونفدراليه ولازم الاعلام يسانده. ده بيلعب باسم مصر، دلوقتي بقى اسم مصر، اديكوا اهنتوا اسم مصر بخسارتكم من الكونفدراليه. طبعا ده كله مكتوب عند ربنا، بس برد عليكم بطريقتكم. اللي ما فيش واحد زملكاوي يقول لك ان شاء الله هنكسب، لا كله هنكسب، احنا اصياد افريقيا، احنا مش عارف ايه. انت ايه؟ انت ولا اي حاجه يا عم. انت ايه اللي انت بتعمله؟ انتوا صدقتوا نفسكم كدبه ومشيت معاكم، صدقتوا نفسكم. كانوا ممكن ياخدوا البطوله، حتى برضو كانت هتبقى كدبه، لانك انت في الكونفدراليه ما بتقابلش الفرق العتاوله. يعني مش بتقابل الاهلي اللي رقعك 3 ماتشات السنه دي وخد منك السوبر، ولا بتلعب صن داونز ولا الترجي ولا مازيمبي ولا الرجاء ولا الوداد ولا عمال تقول لي. وهيثم فاروق اللي طالع بتصريح كعادته المره اللي فاتت عيط لنا في الاستديو ويقول لك ان الزمالك اقوى مش عارف ايه والزمالك ايه واشعار ايه. دلوقتي لقيناه بيقول لك ايه بقى؟ الكونفدراليه مش اهم من الدوري للزمالك. يا صلاه النبي، مش انت اللي كنت عمال تمجد؟ مش انت اللي كنت عمال تقول افريقيا بتسموها افريقيا؟ اسمها الكونفدراليه. افريقيا دي هي دوري ابطال افريقيا.
دلوقتي بقت البطوله ضعيفه، مش كانت قويه والزمالك عمل فيها الريكورد، والناس اللي كانت بتعاير الاهلي ده ما بيلعبش نهائي كونفدراليه من 2014 عشان انت معتوه. عشان انا بفضل رب العالمين اعوذ بالله من كلمه انا كنادي اهلي سيد افريقيا بلعب دوري ابطال افريقيا وباخد البطوله واطلع كاس عالم، مش زيك. الناس دي كلها راحت فين؟ طبعا بكره هتلاقي شماعات، هتلاقي ان الحكم كان جاي على الزمالك، والنهارده الحكم كان جاي على اتحاد العاصمه. النهارده اتحاد العاصمه مسح بكرامه الزمالك الارض كرويا. كرويا اتحاد العاصمه وان سايد جيم، هو الاخطر، هو اللي ماسك المباراه، هو اللي بيضيع، هو. ما حدش بقى سمعنا دلوقتي ان الزمالك القوي والعنيف والبولوبيف، ولا يمكن لوم معتمد جمال. طبعا ما حدش هيلوم معتمد جمال لانه في الاخر الراجل اشتغل على قد امكانياته هو كمدرب. علشان دلوقتي هنفتح نقطه مهمه، ايه هي؟ الناس اللي بقى هتقعد تقول لك ده كويس ان احنا وصلنا، بص بقى الباقه الجديده، احنا كويس ان احنا لعبنا نهائي كونفدراليه واحنا في الظروف دي. ظروف ايه يا بابا؟ ظروف ايه يا شطور يا امور؟ انت راجل صارف في اول الموسم اكتر فريق في افريقيا صارف تعاقدات، جبت 12 13 لعيب. فما تقوليش اصل احنا في الظروف، ظروف ايه وجوابات ايه؟ ما كانت الاسطوانه دي اتشرخت واتكسرت لما وصلتوا ان انتوا اول دوري وممكن تاخدوا الدوري ووصلتوا كونفدراليه ما حدش كان بيسمعها. هنرجع دلوقتي الباقات دي تاني؟ اصل هو مش عروض في رمضان. اصحى بقى وفوق وما تبصش فوق، اعرف حجمك كويس وما تنساش نفسك. احنا لما بناخد بطوله بنقول الحمد لله والشكر لله وما النصر الا من عند الله، انما انت لسان قد كده ونمراضه وتطلع وتفتح صدرك ولا كانك كنت في الجحر ومكهور. النهارده قهره كبيره لجمهور الزمالك. طبعا انا صعبان عليا الناس جدا اللي كانت في الاستاد فعلا، ده حقيقه بجد والله مش تهكم، لان الناس دي رايحه من بدري، تعبت صرفت فلوس وفي الاخر رجعوا مكسورين الخاطر. هي دي الكوره. بس انا برد كلامي ده كله على الناس المتطاولين ضد النادي الاهلي. رضا عبد العال اخبارك يا حبيبي دلوقتي؟ الزمالك ايه؟ هتقول ايه دلوقتي؟ هتمجده في ايه؟ وانت يا خالد يا غندور يلي عمال تقول لك الناس بتعمل وبتسوي وبتدعم وما بتدعمش، ادي الدنيا وقفت معاك، ادي الحكم كان معاك وبرضه فشلت انك تكسب الكونفدراليه، خسرتها في وسط جمهورك. الناس اللي كانت بتتريق على الاهلي في ماتش الترجي نسيوا ان الاهلي واخد الترجي 5 6 سنين ورا بعض رايح جاي وافتكروا الماتشين دول. اديك دقت من نفس الكاس، ادي اتحاد العاصمه خدك رايح جاي، ماتش هناك 1-0 وهنا بضربات الجزاء يا حبيبي. هنسمع بقى هيصه وزنبليطه تاني ولا هنخترع باقات جديده ان طبعا الكونفدراليه دي مش مهمه، دي مش بتصعد كاس عالم، دي ضعيفه، ده كذا وده كذا، هنركز بقى في الدوري عشان نخش دوري الابطال ونخلي الاهلي هو اللي يروح الكونفدراليه. هتسمع الباقات دي وهتلاقي الهيافات دي جامد قوي. نيره الاحمر بقى على جاليليو على ماليليو على موزيليو وعلى الست فرح وعلى الست مها صبري. الناس دي بقى هنلاقي حاشيه كده وهنلاقي بقى ايه؟ باقات جديده مستهلكه ونلعب عليها كويس قوي ونعرف نرد عليهم كويس قوي 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 على الناس ديت. طبعا فرحه كبيره في الجزائر، بنقول للاتحاد العاصمه الشقيق الف مبروك، الف مبروك شعب الجزائر، الف مبروك جمهور النادي الاهلي اللي خلاص السياح انتهى. ما كنا هنقعد قرن بنسمع سياح، احنا خدنا افريقيا وانتوا ما خدتوش، احنا عملنا وسوينا وانتوا ما عملتوش، كأن افريقيا دي حبيبي الكونفدراليه بتاعته. فالحمد لله ان احنا خلصنا بالصياح او على الاقل نص الصياح، عشان لو لا قدر الله خدوا الدوري مش هنخلص دي ودي. فجت في بطوله مش مشكله. الاهلي معروف بفضل رب العالمين 7 8 دوري يريح سنه مفيش اي مشكله. وان شاء الله باذن الله من خساره لخساره لنادي الزمالك بتمناها طبعا من كل قلبي، وانتصارات ان شاء الله عديده للنادي الاهلي اللي بدا يمشي على الطريق الصحيح. واشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.